اتعلمت اول حاجه حرفه القشره، بعد كده التطعيم بالصدف. عندنا هنا اساتذه علمونا من بدايه الشغل ازاي لغايه ما نطلع منتج، يعني مش مجرد بس ان احنا نجرب قطعه تجربه كده للصدف او ان احنا نعمل ديزاين وخلاص، لا احنا بنعرف كمان نقفل منتج. الصدف هنا بيعدي على مراحل كتير، يعني هو من الحرف اللي هو ليها كذا مرحله، زي مثلا اول حاجه شغل النجاره بيجهز، وبعد كده بنبتدي ان احنا نجيب الصدف الطبيعي. كل الشغل هنا بخامات طبيعيه. وإلى هؤلاء العشاق محبتهم بتتجاوز الربح والخسارة لميلاد أشياء بتملأهم بالفرح حين تنتهي قطعة فنية بديعة بين أيديهم. حني الظهر، حبة صبر وحب مخلص، دراويش دراويش في قلب صنعتهم، والنية خالصة لوجه الله. وأحلى ما في القلب يفضل شيء مبهر غالي وملوش وصف. عم محمد، أنا بتشرف إن أنا مع المجموعة الهايلة دي الجميلة، إنه خلاص فاضل لهم شهرين وناخدوا الشهادة إن شاء الله. تمام. إحنا بنعمل بقى إيه الفن اللي إحنا بنعمله هنا في الورشة دي؟ هنا بنعلمهم القشرة، تطعيم بالقشرة بكل القشرة بألوانها الطبيعية. القشرة اهي بألوانها الطبيعية، ألوانها الطبيعية ما بنصبغهاش هنا. وبنعلمهم كمان التطعيم بالعظم والصدف والأبانوس كمان هنا في العظم. والله ما شفتش ده ده عظم. إيه؟ ده عظم لسه ما كملتش. وفي أبانوس وده صدف. ده عظم أيوة وده ده صدف. وده الأبانوس. كلام جميل جدا. طيب انتوا الورشه بقى لكم 10 شهور تقريبا ولا 8 شهور. 8 شهور. والورشه المفروض 10 سنه. هي بتبقى يعني ممكن لو حبينا نمد شهر نمد، بس هي يعني انتوا في مشروعكم دلوقتي ان شاء الله هنبتدي فيه خلاص، قربتوا يعني كل واحد بيحدد المشروع بتاعه هيعمل ايه. هتطلعوا بقى اختيارات معينه بقى. عم محمد هيدلكم، بيجيبوا التصميم ونشوف فيه عندها تعمل كذا ده. طيب معلش خدني بقى بالراحه كده يا عم محمد. هم جولك عندهم اي خبره سابقه عن الشغل ده؟ في يعني منهم بسيط. وفي ملهوش علاقه بيه يعني بس حابب. ايوه، هو اهم حاجه يكون حابب. لو مش حابب عمره هيتعلم حاجه اي حرفه. وبعدين بتبدا معاهم بالتفاصيل الصغيره واحده البسيطه. واحده. يعني الرسمه هنا حضرتك بداتي في رسمه. انا اصلا ما كنتش اعرف ان القشره دي بتتلزق على الخشب. ما كنتش تعرفي ده؟ اوريدي. بس وهنا برضه اهي نفس الورق. انا مش عايز ابوظ حاجه. لا عادي. لكن جيتوا يعني يا دوبك انتوا عايزين، عندكم حلم انكم تعملوا حاجه معينه، فتعلمتوا بقى. محمد بدا معاكم كم يوم في الاسبوع؟ يومين في الاسبوع. كم؟ 5 6 ساعات في اليوم مثلا؟ من 3 ساعات ل4. تمام، حلو كده. الشغل ده انتوا اللي عاملينه بالظبط، وده الغطا بتاعنا احنا اللي عاملينه. حلو قوي. بنقف وبنعمله. كان عندي خلفيه لان انا اصلا انتيريور وفرنيتشر ديزاينر، بس حبيت ان انا اتعلم الحاجات دي، خصوصا ان انا عايزه يعني نعمل براند وما نبقاش حاجات تقليديه زي الاسلامي الصرف. حابين ندمج بين الاسلامي القديم ومودرن، نعمل حاجات مودرن كويس، حاجات تبقى ليها طابع مميز بتاعنا احنا. كويس. كل واحد عند حضراتكم عنده يعني شايف مشروع يعني عايز يعمله، مش مجرد تعليم وهوايه وخلاص. ولا انا غلطان في كده؟ لا مظبوط. كل واحد عنده مشروع ان شاء الله. طيب قالوا لك يا عم محمد على مشاريعهم؟ هو لسه النهارده شفتها. لا مش مشاريع تخرج يعني. هو كل حد جاي لنفسه ان هو يتخصص في ده، عايز يعمل مثلا ترابيزه، عايز يعمل مرايه، عايز يعمل حاجه معينه. هل كل واحد قال لك حلمه ايه؟ لا، هو اللي هيتعلمها هيشتغل بيها اي حاجه لغايه ما يعمل حتى اوض نوم والحاجات دي. مش فعلا ان هو بيعمل هو التصميم، هو ما بيقفلش اوضه النوم او مثلا الحاجات دي، هو بيعمل التصميم وبعد كده بيديها النجار بيقفل الحاجه بتاعته. تمام. قبل التصوير بقول لعم محمد طب فين ورشتك؟ يعني لانه شيخ من شيوخ الصنعه. قال لي بيتي، لان الحاجات
صغيره جدا. يعني ميزه الحرفه اللي انتوا هتعلموها انكم يا دوبك العده كده ايه في البيت تقدروا تشتغلوها، مش كده ولا هتعملوها في البيت؟ يعني هتعملوها في البيت؟ اوضتنا ان احنا نحاول نحافظ على التراث